ليه ما ينفعش؟ ليه المطلقة لازم تعيش في كرب وغم وما ينفعش ربنا يعوضها؟ حكمتوا عليها كده ازاي وبأي منطق؟ ازيكم؟ انا جايه النهارده اتكلم معاكم على موضوع بيثير الجدل بقاله فتره، وبشوف تعليقات كتير. مسلسل فات الميعاد، المسلسل اللي بيتكلم عن حياة واحدة اتطلقت وهي عروسة، والعريس مشي قبل ما يتجوزوا رسمي، يعني قبل الفرح او يوم الفرح العريس اختفى. العريس ده كان قريبها، ابن عمها، وكانت مغصوبة عليه على اعتبار ان الاهل بيعرفوا اكتر. حقيقي الاهل بيعرفوا اكتر، بس ما ينفعش برضو ان انا اغصب بنتي او ابني على انه يتجوز شخص ما. مش دي القضية، مش دي المشكلة. المشكلة انها اتجوزت شخص تاني يبان ظاهريا انه حد كويس وبيفهم في الاصول ومحترم، ولكنه انسان سام، انسان مريض. بغض النظر هو نرجسي او مش نرجسي، هو مريض، مريض نفسيا، معقد، ضعيف الشخصية. لأنه أنا من وجهة نظري إن الشخص اللي ما بيقدرش يحاور ويتكلم وبيستخدم إيده هو شخص ضعيف الشخصية، مش قادر ياخد حقه ولا قادر يدافع عن نفسه غير بالضرب والإهانة. طيب، اتطلقت بسمة وقررت إن هي تعيش حياة تانية. حتى بعد ما خلفت وربنا اكرمها وبنتها كبرت شويه، وتقدم لها حد محترم غني. وسبحان الله، يعني هو جمع ما بين الغنى والاحترام. الناس بقى بتعترض على ايه؟ انه مفيش حد غني ومحترم، انه المطلقه لا ده ما بيحصلش، ما بيجيلهاش شخص غني ومحترم، ما بيجيلهاش شخص محترم اصلا ولا غني اصلا. لانه بيتعاملوا معاها او بيتبصلها على انها كسر او خارج بيت زي ما ناس كتير بتقول، او ان هي حد كده يعني ببلاش. الكلام ده مش حقيقي يا جماعه. اللي اتطلقت نتيجه ظلم وقهر وذل وعناد وبهدله، لا بتتعوض، ربنا بيعوضها وبيبعت لها عوض حلو جدا. لو حصل فروق فردية وستات اتطلقت واتجوزت حد تاني وحش، بتبقى فروق فردية وبيبقى ظروف وليها الخصائص بتاعتها او الاسباب بتاعتها. بتبقى ست مثلا مش متعلمة، ما عندهاش القدرة انها تصرف على عيالها، فبتدور على من يعول. نفسيا بتدور على راجل وخلاص. اسباب تانية كتير ما ينفعش ناخدها قاعدة عامة. لا، العوض بيجي، وانا بقول لكم وباكد لكم العوض بيجي. والكلام ده انا بقوله عشان ستات كتير مطلقات او داخلين على طلاق. انا ما بدعوش للطلاق طبعا، بس لا يا جماعه، لو الحياه استحالت بينك وبين جوزك، ده مش معناه ان انت تموتي او تدفني بالحياه، وده مش معناه ان انت ربنا مش هيعوضك. لا، ربنا بيعوض وبيعوض بالاحسن، ولكن آه، الفكرة هنا بتبقى في الاختيار. الست لما بتنفصل بتبتدي تشوف اسباب الانفصال ايه، بتبتدي تشوف الشخص ده ما تكررش انها تشوف حد بنفس الشخصية تاني. العيلة، الظروف الاجتماعية، الوضع الاجتماعي، مستوى التعليم. وما ينفعش اول حد يخبط على بابي اقول له يلا بينا، وما ينفعش انه لمجرد انه يلا عشان اهلي عايزين يخلصوا مني عشان انا بقيت عبء عليهم. مبدئيا عشان اخد خطوة الطلاق لازم اكون حاسباها كويس جدا. وان اضطريت انه انا اخدها وبدون ما احسبها لظروف ما، لازم اسعى ان انا اظبط الظروف دي واظبط الدنيا دي. مش اول حد يخبط على بابي اقول له اهلا وسهلا. لازم اشوف الشخص ده تعامله مع حياته، تعامله مع اهله، تعامله مع الناس اللي حواليه، اسلوبه، طريقته، ادبه، اخلاقه. وبعد كده هتلاقوا ساعتها العوض. عوض بيجي، بيجي ممكن يجي غني ومحترم ومؤدب وكريم. بس في حاجة واحدة بس احنا كلنا بنغفل عنها،
مفيش حياة في الدنيا ما فيهاش مشاكل. الحياة الزوجية فيها مشاكل، الحياة الأسرية العادية اللي هي بين الأم والأب والأطفال والأولاد وبين الإخوات وبعضهم بيبقى فيه مشاكل. مفيش بشر بيعيشوا مع بعض ما بيحصلش ما بينهم اختلاف في وجهات النظر، ولكن الفكرة احنا بندير الخلاف ده ازاي. مش كل خلاف زوجي معناه فشل في الحياة ومعناه ان الشخص ده أوحش من اللي قبله أو أحسن من اللي قبله. فكرة إدارة الخلافات هي اللي بتخلينا نقول ده كويس ولا وحش. نظرتنا للطلاق لازم تختلف. الجواز هو تجربة زيه زي أي تجربة تانية في الحياة، يا بتنجح يا بتفشل، ولو فشلت ده مش معناه نهاية الحياة أبدا، بالعكس ده معناه فرصة جديدة لحياة جديدة، ولإني أشوف فين الغلط اللي كان وأصلحه في حياتي الجديدة. دمتم بخير.